إدارة نادي الهلال السوداني بتواصل التصعيد بشكل مستفز وغريب جدا في الفترة الأخيرة. يمكن كلنا حضراتكم تابعنا البيان اللي أطلقه نادي الهلال السوداني وأرسله إلى الاتحاد الإفريقي، ومضمون البيان بشكل عام إن إحنا عايزين الحماية أو عايزين الأمان في مصر. إحنا بنتلقى تهديدات من جمهور الأهلي عبر السوشيال ميديا وما إلى ذلك. يعني بصراحة لما تيجي تفكر في البيان ده أو تستعرضه بمنتهى العقل وبمنتهى الهدوء، تلاقي أمر غريب جدا من إدارة الهلال. يعني أندية السودان طول عمرها بتيجي مصر هنا وبتلعب منتهى حفاوة الاستقبال ومنتهى كرم الضيافة ومنتهى الأمان، وبيلعبوا وبيروحوا، يعني المواضيع ما فيهاش أي حاجة عمرها حصلت. نفس الأمر الأندية المصرية لما بتسافر السودان بنلقى كل القبول والاحترام هناك. ليه بنحب نعمل فتنة أو مشكلة في التوقيت دوت؟ يعني من المفترض المسؤولين في إدارة نادي الهلال السوداني يكونوا مسؤولين بمعنى الكلمة، ما يمشوش بدماغ الجماهير. أنا عارف ليه إدارة الهلال السوداني بتعمل الأمر دوت. لو حد سألني هقول لك ليه. بيعملوا كده علشان لو حصل أي إخفاق أو أي نتيجة سلبية ياخدوا جمهور الهلال السوداني في سكة بعيدة عن الإدارة أو المدير الفني أو اللاعبين. يعني إيه؟ يعني نادي الهلال السوداني كان عنده فرصة ذهبية جدا المباراة الأخيرة أمام صن داونز في أم درمان. لو الهلال السوداني كان كسب صن داونز، وبالأحرى كان أطهر الطاهر سجل ضربة الجزاء اللي جت في آخر المباراة، كان زمان الهلال السوداني في دور الثمانية، وأصبحت مباراة الأهلي والهلال السوداني اللي في القاهرة هتبقى مباراة تحصيل حاصل. لكن حصل التعادل، الامور اتلعبكت معاهم، فقال لك احنا عايزين نجهز الحجج والشماعات اللي لو حصل نتيجة سلبية في القاهرة وخرجنا من البطولة نقدر نواجه بها جماهير الهلال وناخد الجماهير في سكة تانية خالص بعيد عن الحقيقة. ولكن جماهير الهلال السوداني جماهير واعية وعارفة الامور هتمشي ازاي. واللي بحب اكد عليه لحضراتكم ان بعثة الهلال السوداني ان شاء الله لما توصل مصر هتقابل احسن استقبال وبكرم الضيافة. حتى جمهور الهلال السوداني اللي هيشرف هيبقى فوق دماغنا من فوق، وده الطبيعي واللي طول عمره بيحصل. احنا يعني مصر والسودان ده حدود واحدة، احنا دولتين عربيتين ودولتين مسلمتين، يعني عمر ما هيحصل اي حاجة ما بيننا عشان خاطر مباراة كرة قدم. واحنا كمان في شهر مبارك، شهر رمضان الكريم، كل سنة وحضراتكم بخير. يعني الامور سهلة والامور بسيطة، مش عايزين نصعد، مش عايزين نعمل فتنة نخش في اي حاجة تاني. احنا مصر هنا مليانة بالاخوة السودانيين موجودين ومشرفيننا وحبايبنا ومفيش اي ازمة. انا عن نفسي ليا ناس جيران سودانيين في منتهى الاحترام والادب. نفس الامر في السودان، في كتير من المصريين هناك اللي بيشتغلوا هناك وقاعدين والحياة ما فيهاش اي حاجة. مش هنبوظ كل المعادلة دي بين دولتين كبار زي مصر والسودان علشان خاطر مباراة كرة قدم. النقطة التانية بما يخص مباراة الأهلي والهلال، الجهات الأمنية في مصر أعلنت عن حضور 50,000 مشجع أهلاوي إن شاء الله في مباراة الأهلي والسودان. وده خبر بالنسبة لي كان مفاجئ شوية، وبحب أشكر الجهات الأمنية في مصر على حضور العدد الكبير ده، لأن أنا بصراحة كان توقعاتي ما بين 20,000 أو 25,000 بالكتير، ولكن رقم 50,000 ده رقم كبير. أتمنى جمهور الأهلي إن شاء الله بإذن الله يكون على قدر المسؤولية في المباراة دي، نشجع فريقنا بقوة، نشجع الأهلي، ملناش أي دعوة بأي حاجات تانية، عشان إن شاء الله تكون بداية حقيقية لعودة جمهورنا بأعداد كبيرة للملاعب مرة أخرى. وده اللي تم التأكيد عليه، إن شاء الله لو التجربة نجحت في مباراة الأهلي والهلال في مباراة نهائي كاس مصر الأهلي وبيراميدز إن شاء الله يتم السماح لعدد كبير من الجمهور. أيضا بما يخص مباراة الأهلي والهلال، فقد أعلن الاتحاد الأفريقي عن طاقم تحكيم موريتاني لإدارة مباراة الأهلي والهلال. هنا ليا بصراحة تعليق بسيط يعني عن حكم المباراة الموريتاني. أنا ما بشككش في نزاهة الحكم ولا بتكلم عليه على أداؤه أو أداؤه سيء أو أي حاجة. أنا بتكلم إن مباراة بحجم مباراة الأهلي والهلال السوداني، ومباراة حاسمة وفاصلة إن هي هتحدد مين اللي هيصعد دور الثمانية، كانت محتاجة حكم أكثر خبرة في القارة الإفريقية.
يعني على سبيل المثال عندك رضوان جيد المغربي أو مصطفى غربال الجزائري أو حتى جوميز الجنوب أفريقي، حكم يكون خبرته عالية، علشان كمان المباراة زي ما احنا عارفين ما فيهاش فار. ولكن في الآخر بنتمنى التوفيق لطاقم التحكيم الموريتاني انه يقدم مباراة قوية بأمر الله ويدي كل فريق حقه، سواء الأهلي المصري أو الهلال السوداني. هننتقل مع حضراتكم لنقطة تانية مهمة، وهي نقطة منتخبنا الوطني منتخب مصر. يمكن منتخب مصر إن شاء الله الفترة الجاية عنده مباراتين مهمتين جدا في تصفيات الأمم الأفريقية هيجمعهم مع منتخب ملاوي. هنلعب إن شاء الله يوم الجمعة القادم في القاهرة في استاد 30 يونيو اللي هو استاد الدفاع الجوي مباراة مع منتخب ملاوي، ويوم الثلاث إن شاء الله هنلعب أيضا مع منتخب ملاوي ولكن في ملاوي. لو استعرضنا المجموعة بشكل سريع علشان نبدأ نفكر الناس احنا لعبنا كم مباراة ووضع المنتخب ايه، كل فريق لعب مباراتين. المجموعة الأول بتضم كل من مصر وغينيا وإثيوبيا وملاوي. احنا لعبنا المباراة الأولى أمام منتخب غينيا في القاهرة وكسبنا 1-0 بصعوبة بهدف لمهاجم المنتخب مصطفى محمد. المباراة الثانية اللي هي كلنا نتذكرها اما لعبنا المنتخب الإثيوبي في ملاوي واتغلبنا للأسف 2-0، كان تحت قيادة كابتن إيهاب جلال، وكانت هزيمة صعبة جدا وأداء سيء جدا لمنتخب مصر. لو استعرضنا موقف المجموعة ان كل منتخب من الأربعة لعب مباراتين، فاز في مباراة واتغلب في مباراة، علشان كده الأربع منتخبات مصر وغينيا وإثيوبيا وملاوي كل منتخب بيمتلك في رصيده 3 نقاط، وده عامل تشابك شوية في المجموعة. علشان ده كده بالنسبة لنا بيؤكد ان احنا لازم ان شاء الله نكسب المباراتين القادمتين امام ملاوي سواء هنا في القاهرة او في ملاوي، عشان ناخد 6 نقاط ان شاء الله، يبقى رصيدنا 9 نقاط ويكون ضمننا بشكل كبير ان شاء الله التأهل لكأس الأمم الإفريقية. طيب نظام البطولة او نظام التصفيات بيكون عامل ازاي؟ هم عبارة عن 12 مجموعة، 12 مجموعة، كل مجموعة بتضم 4 فرق، بيصعد أول وتاني، بيكونوا 24 فريق هم اللي بيلعبوا كأس الأمم الإفريقية القادمة. بنتمنى التوفيق لمنتخبنا الوطني، بنتمنى التوفيق للقيادة الفنية الجديدة بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، بنتمنى التوفيق للاعبتنا محمد صلاح ورفاقه، إن شاء الله بإذن الله نكسب المباراتين، ناخد ال6 نقاط ونوصل كأس الأمم الأفريقية. وفي النهاية قبل ما نختم بنحب نأكد على حضراتكم وبندعو الجميع سواء في مصر أو سواء في السودان، سواء جماهير النادي الأهلي أو جماهير الهلال السوداني، بالتحلي بالهدوء، بالتحلي بالتسامح. مش هنعمل أي مشكلة أو فتنة عشان مباراة كرة قدم. إحنا في شهر كريم، في شهر رمضان الكريم، كل سنة وحضراتكم طيبين في السودان وفي مصر وفي جميع الدول العربية والإسلامية. أعاد الله علينا وعليكم باليمن والخير وبركات إن شاء الله. فنتمنى ان هي تكون مباراة هادية في اطار كرة القدم واطار الروح الرياضية، وما تخرجش عن اكتر من كده. في النهاية بحب اشكر حضراتكم، كان معكم عمرو مصطفى نسر الجزيرة. ولو حضرتك اول مرة تتابعنا ما تنساش تدوس اشتراك في القناة وتفعل الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.